بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بريان الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه، كان إمام مسجد، إمام وخطيب، وفي أوقات كثيرة يكون المؤذن. بريان كان من الأئمة اللي صراحة يعني انضباط عجيب. يعني في الغالب كنا نشوف المؤذن يغطي على الإمام، لكن في بريان مستحيل إنه المؤذن يغطي عليه إلا ما ندر إذا كان مريض أو كان مسافر. فبريان كان في المسجد على طول. أتوقع إنه كان بين المغرب والعشاء هذه ما يطلع المسجد، ويمكن حتى بين العصر والمغرب. الشاهد إنه كان ما شاء الله تبارك الله مثال للانضباط. أما بالنسبة لتعليمات الوزارة، كان من الناس اللي ملفت صراحة بشكل عجيب في تطبيق هذه التعليمات. أنا أتذكر في كورونا كان من المستحيلات تقريبا إنه أحد يدخل مسجده بدون سجادة إلا يكون غريب، وإذا كان غريب بدون سجادة على طول يقول له السجادة. أما الكمامات فكان حاط في مدخل المسجد في مدخلين، كل مدخل حاط كمامات ومعقمات، واللي يشوفه منزل كمام عن خشمه على طول يأشر له يقول له ارفع الكمام. يعني هذه كانت سمة في بريان الله يرحمه، وغيرها من أمور كانت ملفتة عند بريان الله يرحمه ويتجاوز عنه. غير حرصه على الدروس اليومية اللي هي بعد العصر، هذه نادرا ما يتركها. فأمور كثيرة كانت عند هذا الرجل الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه. كان مثال فعلا للإمام المنضبط. وهذه رسالة لكل إمام، إنه يعرف إنه هذه رسالة، سواء إمام ولا مؤذن، إذا ما يقدر يعتذر. لأنه بريان عندما مرض وحس إنه ما يقدر لهذه الإمامة، على طول تنازل عن هذه الإمامة. ومع العلم إنه صح كان مرض سرطان، لكن ما كان مرض إلا مقعد، كان يروح ويجي ويطلع ويمشي وما عنده أي إشكال. مع كل هذا سلم الإمامة لإمام غيره، وكان يجي يزور المسجد كل أسبوعين 3 أسابيع، يجي يصلي الجمعة. مع العلم إنه ما شاء الله تبارك الله ما عنده أي إشكال في الراحة وفي الجية، لكن فعلا هذا المثال اللي نحتاجه لكل إمام مؤذن، يعرف إنه هذه أمانة، إذا ما يقدر عليها يتركها لغيره يواصل الشيء اللي بدأ فيه هو. وفعلا قبل رمضان ب4 أيام تقريبا توفي. سألت أحد اللي يصلوا عنده، قال لي زارهم قبلها بأيام، صلى معهم أظن عشاء، وكان يودعهم ويغادر هذه الدنيا. ونحسب والله حسيبه إنه على خير، وإنه كان فعلا مثال للإمام المنضبط واللي أدى أمانته. فنسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويجعل الفردوس عالم الجنة، وجميع أموات المسلمين. اللهم ربنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.